السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنحلل أول بطولة خدها المدرب الجديد خوسيه ريفيرو مع الأهلي، كأس العالم للأندية. 4 ماتشات، كل ماتش كان بشخصية مختلفة، وكل قرار فني كان بيكشف لنا حتة من ملامح مشروع جديد بيتبني. هنشوف إزاي أدار المباريات، من كسب ثقته ومن خرج من الحسابات، وهنجاوب على السؤال الأهم: هل الأهلي مع ريفيرو رايح على مشروع كبير ولا لسه الصورة مش كاملة؟ الماتش الأول الأهلي وباتشوكا. بداية ريفيرو كانت قدام باتشوكا المكسيكي، ماتش ودي لكن أهميته كانت كبيرة. دخل بخطة 4-3-3 ولعب بتشكيلة فيها مزيج من الأساسيين والصفقات الجديدة. خلال ال90 دقيقة شارك 22 لاعب، وكان واضح إن ريفيرو عايز يشوف كل العناصر بنفسه من غير ما يعتمد على تقييمات سابقة. ملاحظاتنا الفنية من اللقاء ده هي إن بناء اللعب من الخلف كان هادي ومنظم، والشناوي شارك في بناء بعض الهجمات. بن رمضان تحديدا كان مميز جدا تحت الضغط وبيعرف يفك الزحمة كويس. تريزيجيه دخل الماتش بشخصية وسجل هدف جميل بعد نزوله بدقايق. زيزو بيستعيد حساسية الماتشات بعد 3 شهور تدريب منفرد. التحولات الهجومية بدأت تبان، لكن الضغط بعد فقدان الكرة لسه ضعيف، وظهر خلل واضح في التمركز بين خط الوسط والدفاع، خاصة في الكرات العكسية. الخطورة كانت من المساحات الكبيرة في ظهر الأظهرة. ركلات الترجيح، زيزو سدد أول كرة بأسلوبه القوي المعتاد. تريزيجيه بنفس القوة، شوطة ما تقلش عن شوطة زيزو في شيء. عمر كمال عبد الواحد علامة استفهام كبيرة جدا، قبلها كلمة واحدة: ليه؟ إجمالا ريفيرو ظهر منظم، بيجرب وبيتعرف على إمكانيات اللعيبة. الماتش الثاني الأهلي وإنتر ميامي. أول اختبار رسمي قدام فريق عنده خبرة ولاعيبة كبيرة. بدأ ريفيرو بحذر نسبي، لكن مع الوقت الأهلي فرض نفسه، خاصة في الشوط الأول. سيطرنا على وسط الملعب بفضل مروان عطية ومحمد علي بن رمضان، وتحركات زيزو وتريزيجيه كانت فعالة. خلقنا فرص كتير وضيعنا ركلة جزاء كانت نقطة التحول في الماتش. في الشوط الثاني الأداء البدني انهار، التحولات اختفت وإنتر ميامي فرض سيطرته. التبديلات ما أضافتش شيء. زيزو خرج وهو في قمة أدائه، لكن لأسباب متعلقة بالبدني كلنا نعلمها. والشناوي كان الأفضل في الأهلي بجانب مروان عطية وياسر إبراهيم. حسين الشحات ولقطة لن تنسى. خسرنا امام عاشور بدري وملحقناش نستمتع بثنائيه امام وبن رمضان اللي هتكون تعجيز للخصوم في الموسم الجديد ان شاء الله، ونتمنى السلامه لامام. رغم كل ده دعم الجمهور كان نقطه مضيئه وحديث العالم، لكن التعادل اضعف فرص الصعود وخلانا قدام مهمه صعبه ضد بالميراس. الماتش الثالث من الأهلي بالميراس البرازيلي. أصعب اختبار قدام فريق متكامل ومدرب ذكي. نفس الخطة لكن بتأمين أكتر في النص. الشوط الأول كان فيه تماسك نسبي، لكن أول هدف لبالميراس خلى المعنويات تقل. الأهلي استحوذ من غير فاعلية. تريزيجيه فقد الثقة من الماتش الأول. زيزو أول 90 دقيقة كاملة مع الأهلي وسام هدف عكسي أفقدوا بعض التركيز، وريفيرو ما قدرش يغير شكل الماتش من الدكة. بن شرقي أفضل لاعب في الأهلي رغم نزوله في الدقيقة 62. بعد الهدف الثاني الأهلي فقد شخصيته، مفيش رد فعل، مفيش روح الأهلي. حتى العاصفة اللي وقفت الماتش ما استغلناهاش لإعادة التنظيم. ريفيرو تاه واللعيبة تاهت معاه، ودخلنا في حسبة بيرما. الماتش الرابع الأهلي وبورتو. آخر ماتش، لكن الأهلي دخل وكأنه بيقول لسه ما خلصناش. ريفيرو بتشكيل 4-2-3-1، واللي قلنا قبل كده في فيديو ريفيرو إن أفضل أداء للفريق معاه بيكون بتشكيل 4-2-3-1. الشكل الجماعي كان أحسن من كل اللي فات. وسام أبو علي سجل هاتريك تاريخي. بن رمضان وأول هدف مع الأهلي للتاريخ يا عالمي. زيزو لعب أحسن ماتش ليه في البطولة. الفريق خلق 8 فرص، سدد 23 تسديدة منهم 12 على المرمى. 23 تسديدة منهم 14 من داخل منطقة الجزاء، والمحصلة 4 أهداف فقط، لأننا للأسف ضيعنا ما لا يقل عن 6 أهداف مؤكدة وشبه مؤكدة. جراديشار لمساته دواء، لكن غاب عنه التوفيق زي ما غاب عن بن شرقي وباقي الفريق. ديانج والأداء الأفضل لخط وسط دفاع الأهلي طوال البطولة، وبسبب إيقاف مروان عطية لتراكم الإنذارات وإصابة حمدي فتحي. ريفيرو حط ديانج بعد الماتش على رأس لاعبي خط الوسط، وطالب بعدم السماح بخروجه سواء للإعارة أو البيع. لكن مع الأسف ومع كل الإيجابيات دي، أشرف داري
خارج الخدمة. الشناوي بعد الأداء العظيم ضد ميسي خارج الخدمة في ماتش بالميراس وبورتو. ضيعنا فوز تاريخي على فريق أوروبي مش قليل رغم التفوق الكامل، وفي لسه مشاكل في التمركز والتحول الدفاعي. بعد البطولة كيف نقيم ريفيرو؟ الإيجابيات: مرونة تكتيكية حقيقية، بيعرف يستخدم العناصر كلها، واضح إنه بيأسس لمشروع جماعي، بيحلل الخصم وبيشتغل على نقط ضعفه. مستفز وشبه الألمان، وأنا متأكد إنه لو قدر مش هيعفي، ومتفائل به جدا رغم غياب التركيز وإصابة إمام عاشور وضربة جزاء تريزيجيه ولقطة حسين الشحات ولقطة قفشة. كل دي عوامل شتتت عقول اللعيبة وتوهتهم في وقت لا يجوز فيه التوهان. السلبيات: رد الفعل بعد الأهداف ضعيف جدا، واللي حصل في ماتش بورتو لو هيبقى عادة عندنا هتكون كارثة. ما ينفعش انت كأهلي تتعب وتكافح علشان تجيب جون وبسهولة متناهية يتعادل الخصم من كورة واحدة. الدفاع محتاج تدعيم ومحتاج شغل فني وذهني وبدني. التغييرات في أغلب الماتشات ما أضافتش شيء للفريق على قد ما بتفقد الفريق أسلوبه اللي فضل يكتسب فيه طول الماتش، فلازم البدلاء يكونوا على نفس الرتم مع الأساسيين. التشكيلة اللي بدأ ريفيرو يثبتها: الشناوي في حراسة المرمى، أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كوكا، ديانج أو مروان. شخصيا أعتقد ديانج هيكون صاحب النصيب الأكبر من الدقايق بعد ماتش بورتو. بن رمضان، زيزو، طاهر، تريزيجيه، وسام أبو علي. وبعد عودة إمام عاشور هيدخل مكان طاهر في التشكيل، وهيبقى الشكل أقرب ل 4-4-2 دايموند. الصفقات وتقييم اللاعبين: خرجوا من الحسابات مؤقتا: مصطفى العش، يحيى عطية الله، عمر الساعي، أحمد رضا، خالد عبد الفتاح، رضا سليم، كريم ندفد. الصفقات اللي باين تأثيرها: بن رمضان، زيزو، بيكهام، تريزيجيه، بن شرقي. الأهلي خرج من البطولة بتعادلين وهزيمة، لكن الهجوم عنيف بس لازم حزم في مسألة إهدار الفرص. شخصية الفريق بدأت تظهر، المدرب عنده فكر بس محتاج وقت وتدعيم خصوصا على مستوى الدفاع. والسؤال ليك عزيزي، تتوقع ريفيرو هيفرض سيطرة محليا وأفريقيا ولا لسه بدري على الحكم؟ سيب ردك في التعليقات. لو عجبك المحتوى ادعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة. دمتم في أمان الله، سلام.